مساء الفل يا زعيم، ومساء وصباح جميل على كل اللي لسه بيتابعنا، مع ان احنا ما مش عارفين نقول حاجه كويسه مش الحقيقه. عارفين نقول حاجه. والاسبوع اللي فات اسبوع مليء بالاخبار والشكوات، لان عندك في السيسي راح تركيا، ففي ناس من الاخوان مش فاهمين اي حاجه. لا، آه، هو بصراحه مش اخوان، بس ما حدش فاهم حاجه. يعني ولا اخوان ولا دولجيه ولا حاجه خالص يعني بطاقات التموين واضح ان هم ناويين لا لا، خلاص يفلسوا خلصت ثلاث خلصت. ارباع الناس، مش ثلاث ارباع، 90% من الناس. اه الناس بتصوت من الايجارات، لان الايجارات بقت اسعارها مش مبالغ فيها، بس هي بقت واضح انها بقت اوفر، يعني حتى في اي حته، يعني بغض النظر بقى انت ده في فين. كندا ولا في لا انا بتكلم في مصر، الناس في مصر بتوقوك يعني. طبعا ماتش الراس الاخضر وتصريحات حسام حسن. ايه ده، هو في دوله عندها كره اسمها الراس الاخضر؟ اه انت اصلا لو حاولت تدور عليها في الخريطه مش هتلاقيها، بس ماشي يعني. ودوشه كده على موضوع المساكنه، والمساكنه حرام، والقيم الدينيه بتاعتنا، وعمرو اديب طلع يتكلم وبتاع. فاحنا عندنا كوليكشن كده من الهرتله. فتحب تقول ايه؟ لا، انا احب اسالك سؤال محدد. هو الصيف خلص في كندا ولا ايه؟ انا بقالي يومين بردان. بص انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس هم بيقولوا الدنيا يعني هو جه السبت والحد جه ساعه شويه، مش ساعه شويه، ساعه كتير. ساعة كتير بس اليومين الجايين هترجع تاني عشرينات، فهنشوف. وبعدين اسكت، انا يوم الجمعة وانا راجع من الشغل العربية عندي لقيتها حديد في حديد، لما بضرب فرامل لقيت تيل الفرامل راح. لازم يتغير. سهله دي سبت. يعني. ما انا عارف، بس سبت وحد بقى ما فيش حد بيشتغل. عادي. فقعدت يومين من غير عربية وعندي شغل وبتاع، حسيت ان انا عاجز تماما عن مشلول. لا الحركة. ما هي العربيه هنا من غيرها اه تتشل يعني تتشل يعني فعلا. وطبعا لازم يبقى في عربيه في البيت وكده، فبقيت محتاس شغال اوبر بقى، رايح جاي، وواحد صاحبي وصلني تاني يوم، فيعني زميلي في الشغل، فكانت يعني معقوله شويه، بس احساس غريب جدا ان انت مش قادر تتحرك حتى. من غير بص، هو احنا هنا من غير عربيه ومن غير انترنت، كل حاجه بتوقف من غير الحقيقه. كهرباء. لا احنا لسه عندنا كهرباء يعني الحمد لله. بس الحمد لله. ايه بقى كنا بنقول ايه قبل بص هو الفاصل؟ هو هو راح تركيا والامارات راحت اثيوبيا. ومحدش فاهم حاجه، ويعني انت ايه رايك في اللي بيحصل؟ والله انا هقول حاجه بره الصندوق خالص نهائي، قاطبه. آه، الوضع اللي البلد فيه المحروسة فيه بالنظام الحاكم، بالدولة، بالشعب، بالوضع ده كله، نتيجة الأخطاء الكتير قوي 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 اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، ال 10 12 سنة 15 سنة اللي فاتوا، إن إحنا وصلنا لنقطة ما تنفعش إنها تتحل بقى، لا بكلام ولا ببوس أيادي ولا طبطبة ولا حاجة خالص. وأنا عارف إن محدش هيوافق على الكلام اللي أنا بقوله ده نهائي، أنت حتى ما وافقتش. إن إحنا الحل الوحيد للخروج من الأزمة دي هو استعمال القوة. هو بالقوة العسكرية، وده يعني هي دي السياسة. ما هو يعني كل الخبراء الاستراتيجيين في العالم بيقول لك الحرب. كلاوس فيدز مثلا ابو الاستراتيجية العسكرية، بيقول لك الحرب هي امتداد للسياسة، مش اكتر من كده، ولازم تبقى عارف انت بتعمل ايه لو هتخش حرب. فانا كنت انتقدت الاسبوع اللي فات جدا، هو رايح الصومال يعمل ايه بال 10000 عسكري اللي هيبعتهم دول رهينه لاثيوبيا، مش عشان يعمل بيهم حاجه يعني. انما في الوضع بقى مرعب يعني السودان دخلت في مأساة يعني. وبعدين حكاية ان العلوية بتاعت الجماعة اللي يقول لك اللاجئين السودانيين، لا ده انت هيجي لك موجة كمان مثلا 5 6 مليون ومش هتقدر تعمل حاجة. ادي الله ودي حكمته. ناس بتهرب من الموت ومن المجاعة، هتعمل فيهم ايه؟ هتقتلهم على الحدود؟ شيل يا عم، شيل نتيجة فشلك. ما انت مش ما انت في الاخر فشلت في السودان اللي هي الجار الملاصق ليك. ليبيا برضو نفس الحكايه، بس ليبيا فيها بترول وبتاع، فانت ما تقدرش تلعب فيها بكتير. وانا اعتقد ان ده من ضمن الاسباب الاساسيه انه راح تركيا.
تركيا الثعلب اللي اسمه اردوغان عمل قفزه انا شخصيا منبهر بها من الناحيه السياسيه. يعني انا ما بحكمش اخلاقيا خالص في السياسه، انما انا زملكاوي اصيل فاللي بشجع اللعبه الحلوه، انه بقفزه وصل الجنوب المتوسط. يعني دي قفزه استراتيجيه. طبعا البقر اللي عندنا ما فهموش ايه اللي بيحصل خالص، لقوا الراجل في طرابلس بسلاح، بدبابات، بطيارات، بخبراء عسكريين، بخط امداد، بحدود اترسمت، بشغلانه. فين بعدها بقد ايه؟ بسنتين ثلاثه لما فاقوا قال لك لا، ده تركيا بقت من دول الجوار، فاحنا لازم المفروض نحسن علاقتنا بيها. هو رايح يحاول ياخد، يعني يخلي تركيا تساعده، او يكلم تركيا في موضوع ليبيا. تركيا ليها تواجد تقيل قوي في الصومال، ومن 10 سنين او 12 سنه، مش بتاع امبارح، مش زي حالاتك كده. وتركيا لسه امبارح كان في دوكيومنتري كده، او يعني حاجه، اخبار كده، بيقول لك ان تركيا في الثلاثينات هتبقى من اهم دول المنطقه. المنطقه مش الشرق الاوسط بس، الشرق الاوسط والقفقاز واوروبا وغرب اسيا. عدد سكان كبير، اقوى، تاني اقوى جيش في الناتو بعد امريكا، تاني اقوى جيش، اقوى من اوروبا، اقوى من كل دول اوروبا. عندهم صناعه عسكريه، احنا شايفين بيعملوا طيارات جيل خامس دلوقتي، متطوره، اقتصاد معقول جدا ماسك نفسه رغم الازمه اللي هو فيه حاليا، and so on. فهي دي كبير المنطقه، هيبقى كبير المنطقه، فانت لازم علاقتك بيه تبقى كويسه. واي حد متابعنا او فاكر احنا قلنا ايه، والله العظيم ورحمه ابويا انا قلت الكلام ده من سنتين، لانها كانت باينه، يعني الكتابه على الحائط زي ما بيقول. المهم ان احنا في المحروسه، في خانه اليك. ما هي اساسا، هو راح اساسا عشان الغاز، هو اساسا ما افسدته السياسه يصلحه الغاز ان شاء الله. يتفقوا على الغاز، تركيا ما عندهاش حقول غاز، بس بالفتوانه كده هتاخد حقول غاز من اليونان، ومن ليبيا ومن مصر ومن كل حاجه بالدراع. في نفس الوقت خطوط تحالف بتترسم على الارض بشكل غير طبيعي. انا اعتقد ان الحل الوحيد لمصر هو استعمال القوه. آه، ده انا بتكلم من الناحيه النظريه. استعمال القوه فين؟ مش هتصدق لو قلت لك ان الحلقه الاضعف حاليا في هذه اللحظه في كل الازمات اللي حوالينا هي اسرائيل. اسرائيل محتاسه في غزه، ومحتاسه في جنوب لبنان، وممكن جدا ان انت تعمل عمليه عسكريه ما تتراوح ما بين عمليه عسكريه محدوده منظره، انك تاخد بيها محور فيلادلفيا وتخش غزة، وإنها تبقى عملية عسكرية بجد، عملية عسكرية تكسير عظم، وهي إحداث أكبر قدر من الخسائر. ودي من أنواع العمليات العسكرية اللي بتحصل. يعني مش لازم تنتصر، مش لازم تخش تل أبيب، ولا لازم تعمل حاجة خالص، إنك أنت تحدث خسائر كتيرة فيهم، بحيث إن هم يكشوا شوية. آه، هل ده ممكن سياسيا؟ أعتقد حاليا، بس عايز حد بيفهم، لان اسرائيل في خانه اليك، خانه اليك بمعنى الكلمه، داخليا وخارجيا. والغزاويه حطوهم في موقف غير طبيعي على مستوى العالم، ان ما حدش لن يهب احد حتى الامريكان لمساعدتهم بالشكل اللي احنا هيبعتوا اساطير وطيارات، وما افتكرش في اللحظه الراهنه، بس لازم تبقى عمليه مرسومه كويس. بس هو احنا متفقين برضو ان مصر ما عندهاش قوة عسكرية بجد. يعني احنا مش تلات ما ارباع. هو ده بقى ايه المحك. يعني انت دلوقتي بقالك 10 سنين بايع هدومك عشان تجيب سلاح. السلاح ده بتعمل بيه ايه؟ وكل شويه حد يطلع يقول لك بنعمل دبابات ابرامز عندنا، وعندنا مش عارف 3 فرق مدرعه احدث من الفرق اللي في امريكا، وحاجات غريبه جدا كده. طب ماشي يا عم، متشكرين قوي، والجيش واكل البلد بناء على هذا الكلام. طب ورونا بقى، اعملوها. انا يتهيألي ما فيش حاجة هتتعمل، لان ما هو انا بقول لك ده وجهة نظر، ما انت انها بوجهة تحصل. نظرك دي، اه، لو احنا لو مصر عندها القدرة وهم عارفين ان هم ما عندهمش، يعني هم ما ده الاغلبيه. هم ما عندهمش. وده هيؤدي بينا لحاجه تانية، ان طب انتوا قاعدين تعملوا ايه؟
لا، ما هم قاعدين يعملوا ايه؟ لان هم مبلطجين على اه الشعب. اه اه ما هي اه بلطجة على الشعب. هي بلطجة. طب انتوا قاعدين تعملوا ايه بجد يعني؟ يعني خلاص نفكه بقى ونبيعه ونحله ونسيحه ونعمله عرايس مولد النبي وخلاص. يعني انت عامل لي جايب لي اسلحه ميج 29 ورافائيل وقلت لي هنجيب بيها الديب من ديله هضرب بيها اثيوبيا، ولا هتعرف تعمل بيها حاجه ولا حاجه خالص، وفرق مدرعه ومش عارف ايه وبتاع. طبعا هو اللي اكد الكلام بتاعك ان رئيس الاركان راح زار القوات المصريه في سيناء. القوات المصريه في سيناء احنا هنضحك على بعض؟ انت جايب عربيات جيب واقفه وحواليها عيال لابسين نينجا، يا ابني دول بتوع الامن المركزي. هو في جيش في العالم بيلبس نينجا بيخبي وشه؟ ليه يعني؟ لا الامريكان ولا الروس ولا انا كنت الافغان. لسه هقول لك ان هو المنظر بتاع ده بتاع ده كوميدي، منظر كوميدي. ده منظر ابن وسخة زبالة. اه والراجل اللي طلع مع عمرو اديب بيأكد على ان احنا مش هنعمل اي حاجة، احنا اه ما اه اه ومطمنوا يا جماعة، الدنيا زي الفل، الدنيا زي الفل. ايه انت ما فيش يعني، احنا ما فيش خالص يعني. بس انت هما التأكيد على ان احنا ما فيش حاجة هنعملها يعني. وانا متأكد ان هما ما يقدروش يعملوا حاجة، لان هما عارفين ان هما صفر يعني. هم من ساعة 73 ما عملوش حاجة. ما يعني ما هي الجيش اللي حارب 73 اللي ذللنا بيها لغايه النهارده احنا 2000 يعني بعدها ب 70 سنه اهو باين ولا كام سنه؟ كتير قوي. 50 50 51 نص سنة. قرن. يعني اه، جيل 3 اجيال عسكريين يعني ما عملوش حاجه. صفر. انا بتكلم صفر صفر يعني، ما ولا لعبوش حاجة. ماتش كوره يعني. واي حد يقول لك ان الجيش المصري ده قوي وبتاع، لا يعني لا معلش لا يعني. يعني يبقى انت يبقى انت يعني مش عايش معانا. اصل احنا اي واحد فينا دخل الجيش يعني، يا دخل الجيش يا ليه اخ دخل الجيش، يا واحد قريبه يا واحد صاحبه. فاحنا اي بني ادم عارف تفاصيل الدنيا اللي جوه، واللي فاكر ان في حاجه تحت القبه شيخ، وان كل اللي انت بتشوفه في الجيش ده بلح وبس، في حاجه متدكنه كده لا للحبايب. لا ما فيش والله، ما فيش يعني، ما ما هي دي. فيش ما ما فيش هو يعني. انا يعني انا بقول لك ان احنا الوضع الجيوبوليتيكال بتاعنا في المنطقه في مصر، في المنطقه بقى لازم يتحل بعمل عنيف. لان انت مخنوق من كل حاجه، من جميع النواحي، من جميع الجهات الاربعه بتوعك، من فوق ومن تحت ومن الشمال ومن الجنوب والغرب والشرق والشمال الشرقي والشمال الجنوبي وكل حاجه. من الدنيا متبهدله ومش قادر تتحرك، وعندك اه، ازمه اقتصاديه طاحنه، وعندك التزامات مش قادر توفيها لا لا للبره ولا لجوه. ان في دايما في الانظمه او الشعوب لما توصل لكده بيتنحر حد فيها وبيعمل عمل عنيف. ما هو يا اما عمل عنيف لبره يا اما عمل عنيف لجوه. ما هو يا اما حد اللي جوه هيطق عليك، يا اما اللي بقى انت تعرف تعمل حاجه تحلحل الوضع اللي حواليك. هو الراجل من اول، هو طبعا قال لك ايه، مسافه السكه واي حاجه وبتاع، بس ده بس كل ده بقى كده. يعني ارمي ده على جنب. غير كده هو لا، هو بيقول لك احنا ناس سلميين وما اعرفش ايه، ومش هنخش في حروب. هو مش هيخش في حروب علشان هو ما يقدرش، مش عشان هو مش عايز و... يعني. ولا وبعدين مش بس كده يعني. هو طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام واحد قاعد على القهوه بينظر، مش حاجه الا لان هو بس يعني يمكن يكون بفهم شويه. انما مش بس كده، الناس كمان عندها حالة تتييس غير طبيعية وحالة خوف غير عادية من أي ثمن يندفع، يعني من أي حاجة. فعمال الحكاية تزداد سوءا يتأقلموا معاها. احنا عاملين زي الجراد بنتأقلم مع كل أسوأ ظروف في الدنيا. يعني ما مر على مصر في الكام سنة اللي فاتوا دول كان كفيل بأن النظام يتغير 3 مرات. الشعب الناس بتتأقلم معاه لأنها مش مستعدة. يعني أبسط حاجة يا راجل، لما التعليم يتضرب بالشكل اللي هو حصل فيه، إن الناس تعمل إضراب، ما توديش العيال المدارس وخلاص. مركز إقليمي تعليم إيه؟ تعليم التعريس ولا تعليم الطبلة ولا تعليم إيه بالظبط؟ وبعدين لازم يبقى فيها لواء برضه. وبعدين لحد دلوقتي واحد يرد عليا يقول لي لا ما ده لواء مهندس مدير. يا عم ملوش علاقة بالتعليم. ان شاء الله يا رب يكون معاه دكتوراه في الطاقه النوويه. ما عندوش يعني نتعلم يعني ايه تخصص. يعني ايه تخصص؟ هو عشان هو خريج هندسه اسكندريه يبقى بيفهم في التعليم؟
ماسك الاكاديميه العسكريه. ايوه ماسك الاكاديميه العسكريه، بيعمل بيها ايه؟ احنا بنتكلم على تعليم ابتدائي وثانوي وتعليم الاطفال ده حتى. لا، انك تالف كتاب للاطفال موجه للاطفال، غير يعني كان في كتاب متخصصين في مصر في يوم من الايام يا جماعه بيكتبوا للاطفال والمراهقين. اسمه ايه ده؟ توفيق، ده خالد توفيق. هو كل اللي عمله انه بيكتب للمراهقين. ونبيل فاروق قبله يعني anyway. ونبيل فاروق انسون لو قبليهم خالص كان في واحد بتاع اسمه ايه؟ يا خبر اسود، ده انا قريت كل اللي كتبه بس زمان يعني، والمكتبه الخضراء ومش عارف ايه وبتاع. في حاجات بتبقى موجهه للاطفال، ده تخصص. فانك تعلم الاطفال ده تخصص، وتخصص ناس بتضيع عمرها فيه علشان تعرف توصل فيه الحلول والنتائج. جايب لي لواء ولا جايب لي مشير ولا نقيب خريج هندسه اسكندريه وبعدين ايه يعني خريج هندسه اسكندريه؟ مع احترامي طبعا لكل خريج هندسه اسكندريه، مهندسين زي الفل على عيني وراسي من فوق، بس ما لهمش في التعليم. ما يعرفش يدي درس العيل عنده 6 سنين. هو ده اللي مدور عليه. فجايب لي 3 حمير قاعدين مع بعض، واحد عسكري وواحد معاه الاعداديه وواحد ما بيعرفش يقول جملتين عربي ولا انجليزي ولا فرنساوي ولا اي حاجه على بعض، بيتهته في نص الكلام، بيتهته وهو بيتهته. هم دول هيمسكوا التعليم ويخلوا البلد مركز اقليمي للتعليم في العالم؟ احنا بنهرج يا فاتي، بص، هو بنهرج. عامة التصريحات دي انا قلت تعليق على التصريحات بتاعت مدبولي دي، ان هو لو اتحبس يوم واحد على كل تصريح بيقوله، الراجل ده هيتحبس مدى الحياة، لان هو مفيش حاجة فعلا بجد والله. الراجل ده ما بيقولش حاجة صح يعني، ما بيقولش اي حاجة ليها معنى يعني. انا هوريك هو التصريحات اللي بتطلع من الحكومة او من المدبولي. يعني بيقول لك مصر تضع مسألة الحفاظ على البيئة في صدارة اولويات. اللي هو انت ازاي بتقول الكلام ده وانت عمال تقطع في الشجر وما عندكش مشكلة تحرق فحم لو انت عشان تولد اي نوع من انواع. لان مفيش غاز. مفيش، فانت بص، انت الصوره دي الحاجه الوحيده اللي فيها ان انا شو عرفت ايجيبت بتتكتب ازاي بالصيني. ده بجد يعني، ده كذب باين يعني. لما يقول لك ان احنا هنحقق الحلم ما اعرفش ايه ونسبح من قاره العالم باقتصاد الهيدروجين، امتى وفين وازاي؟ مفيش طبعا يعني، ما ده في واحد من الطبلجيه الكبار قال لك ان ابتدت المؤامرات لافساد مخطط مصر لانها تبقى رائده في اقتصاد الهيدروجين. ماشي يا عم، ماشي. لا، ما بقول لك ايه يعني، احنا يعني التصريحات دي الواحد ياخدها يحطها كده، يقول الناس دي تعمل فايل كده وتقدمه وتقول الراجل الناس دي المفروض تتحاكم على لا لا، ده فايل عشان الهجرة. لا، ما هو ايوه، ما لا، ما هو انت تحطها في فايل انت الهجرة. لو انت بس قعدتك على السوشيال ميديا اسبوع ممكن تعمل فايل قد كده توديه بص يا جماعة، أنا جاي من هناك. انا في الحته دي، انا عايش مع الناس أنا دي. مع الجماعة دول. شوف مولانا بيقول إيه وأبونا بيقولوا إيه اه لا وأمنا يعني انت، إبراهيم بيقول إيه. وطبعا انت لو اتكلمنا على الاقتصاد، يعني احنا هنشوف يعني، احنا طبعا انت كلنا عارفين وكلنا شايفين ان الناس دلوقتي بتعاني يعني. انا فعلا دلوقتي ما بشوفش حد الا وبيشتكي، والشكوى بتتراوح بقى ان احنا كنا عايشين كده، ما بقيناش مش عايشين، بقينا عايشين حاجة تانية. ناس مش لاقية تاكل، ناس مش لاقية تدخل مدارس، ناس بتنقل من مدارس خاصة لمدارس حكومة، ناس مش لاقية تتعالج، ناس مش لاقية علاج أساسا. يعني حتى انت لو معاك فلوس ممكن ما تلاقيش العلاج اصلا. انت الكومبو اللي هو انهيار تام في كل حاجة يعني. آه. انا يعني كل اللي هنعمله ان احنا نلف كده لفة سريعة على الاخبار الاقتصادية. هو بس قبل ما تلف اللفة دي، علشان الغاز، عندك حاجة عن الغاز؟ آه. آه. لا، ما غير الاسعار ما اعرفش، لا ما عنديش حاجه. الاسعار طبعا زي ما انت شايف كده، احنا بنتكلم ان بتزيد الدنيا 500%، 600,000%. 1500 غاز طبيعي زاد 1500، الكهرباء 700%، البنزين 600%، الغاز واضح ان الغاز فيه ازمه كبيره. المترو 900%، سعر الصاع اللي هو الجنيه يعني زاد 500، ارقام مش طبيعيه يعني. ده انا شفت خبر يعني يدخل في نطاق المخدرات فعلا، يعني ان اللي قايله ده هو بيضرب بنوع رديء من المخدرات، انه هيعملوا غرامة عليك لو قعدت في المترو، محطة المترو. هو انا الخبر ده كان معايا بس ما رضيتش احطه في السلايد شو علشان
هم قالوا وجهة نظر، او يعني وجهة نظر اللي اتقالت ان انت اي مشوار مش هياخد منك ساعتين، فانت لو انت بتستعمل المترو استعمال طبيعي وهتغير مثلا مرتين ولا حاجة، لو افترضنا يعني ان انت رايح مشوار بعيد، فانت الطبيعي ان انت ما تقعدش اكتر من ساعتين. اللي بيقعد اكتر من ساعتين ده هم قالوا نوعين من الناس. نوع اللي هم البياعين اللي بينزلوا يبيعوا في المتروهات، فدول عايزين يمنعوهم. والنوع التاني اتضح ان في ناس بتنزل المترو او يعني تنزل المحطة علشان تقعد في التكييف لان مش عارفين يعيشوا يعني. انا كنت لسه هقول لك ان في دول العالم المتقدم بيبقى في ناس هوملس قاعدين في المترو، او لما يبقى الدنيا برد قوي بيفتحوا محطات الاندر جراوند عشان الناس تخش ويدوم اكل ومش عارف ايه وبتاع. بتحصل في كل دول العالم، انما طبعا احنا مالناش علاقه بالكلام ده، ولا هيلاقي الشعب كله قاعد في المترو في التكييف. فدي المشكله هو زي دي. ما انت بتقول، هو بس هو في نفس الوقت بيقول لك ان مصر من اكثر البلاد انسانيه في العالم. ما ده برضه من الحاجات التصريحات اللي تخليك تقول يا جماعه هو انتوا بتتكلموا على مصر؟ يعني يقول لك مصر اكثر البلاد انسانيه في العالم، كل ده علشان افرجوا على 151 واحد محبوس احتياطي من يعني. 50,000. اه، من كام الف واحد ومحبوس احتياطي، ده معناه ان هو يعني هم مش لاقيين له تهمه، فهم حابسينه كده يعني. يعني ده انت ما عملتش انجاز اصلا، انت حابس واحد انت مش لاقي له تهمه، وبعدين رحت افرجت على 151 واحد منهم. لا ده وبعدين بناء عليه انا ان انا متابع على كذا موقع بتوع حقوق الانسان في مصر، اللي هي اسمها ايه دي، المبادره المصريه للحقوق وكده. راحوا كاتبين اسامي الناس اللي اتجدد لهم. في ناس بقى لها 4 سنين وخمس سنين و7 سنين ما محبوسين من غير محاكمه يعني. فاحنا في البستيل، احنا في الثوره، احنا في فرنسا ما قبل الثوره الفرنسيه. الناس ممكن تتحكم وتتحبس وتتنسي، يتنسى في السجن لحد ما اه يموت بقى مثلا ولا اه يتجنن اه ولا ينتحر سبيشال ان اغلب الناس دي ملهاش حد يتكلم عنهم يعني، ما هم قايلين مش اسامي كلهم انا ما علاء اعرفش. سيف يعني لا بالظبط كده، الاسماء اللي اتحطت انا ما اعرفش حد منهم، بس يقول انا بعيد يعني. ما هو منهم بنات على فكره، منهم ستات يعني. مش كلهم رجاله محبوسين علشان كانوا في الاخوان، ولا لا، فيهم منهم ستات. ايوه. لا ما من اي حد كان بيفتح بقه الفتره اللي فاتت كان بيختفي ما. هو مش كانوا قالوا ان احنا مش هنقطع الكهرباء لغايه سبتمبر؟ قالوا لا، هم قالوا مش هنقطعها لغايه سبتمبر، بس هو خلاص اكدوا ان هو هيقطع. ما انا قصدي كده ان لان اصل اللي حصل ان ليبيا والسعوديه، يا خبر اسود، ليبيا والسعوديه دفعوا مش عارف 200 مليار باين ولا 200 مليون دولار ولا ايه، علشان يمولوا جزء كبير من الغاز اللي احنا استوردناه في الصيف. احنا استوردنا، مصر كانت منتج للغاز وبتصدره، وبعدين دلوقتي مستورد بيور امبورتر للغاز. فاحنا استوردنا، وبعدين ما عندناش امكانيه ان احنا نستورد غاز، ما عندناش الانفراستراكشر بتاعته. استوردنا 32 شحنه غاز في الصيف، واخد بالك، ثمنهم حوالي 200 مليون تقريبا. ال- وهنستورد كمان شحن اضافيه في الشتاء، لان احنا الغاز مش بس عشان تشغل الكهرباء المكيفات لا، انت عندك مصانع بتشتغل بالغاز. يعني ابسط حاجه خالص، مصانع الاسمده لازم غاز هتشغل. ما ينفعش تشغلها بالفحم، انت محتاج غاز عشان تعمل الاسمده، فلازم انك تستورد غاز. فلما مصر قالت احنا هنستورد غاز، رفعنا سعر الغاز في العالم. مصر دخلت فيه. طب احنا ايه الحكايه؟ الحدوته فعلا يعني. انا مش عايز اقول كوميديه لانها مش كوميديه خالص يعني. انت عليك حوالي 2 مليار دولار لشركات البترول والغاز العامله في مصر، وبطلت تشتغل. قلت لك مش لاعبين. فالانتاجيه بتاعتك قلت. هم لا، ما انت لازم تحفر وتصين وتدفع، ويعني ما فيش حاجه ببلاش. فما شركه اللي هي اسمها ايه دي، الايطاليه دي، امبي، دايما اقول امبي بس شركه امبي لا مش امبي، المهم ما علينا. زعلانه. انتاج اكبر حقل عندك نزل التلت، نزل بنسبه اكتر من 30% انتاج حقل ظهر، وبالتالي ما بقاش يكفي خالص الانتاج الداخلي، ولا انك تصدر ولا حاجه.
انا ما كنتش اعرف، لكن الواحد بيتعلم ان الحكايه كلها ان احنا حاطين اللي هو بيسموه معمل عائم، مركب كبيره بتحول الغاز من السائل الى غاز علشان تعرف تضخه في الانابيب، حاطينه في العين السخنه، ميناء العين السخنه. ميناء العين السخنه بتديره الامارات بالمناسبه يعني، الامارات واخدها. فانت الامارات ماسكاك من هنا كمان. المحطه الثانيه في العقبه. تخيل العقبه احنا كان بيننا وبينهم خط عشان بنمونهم بالغاز، دلوقتي بقى ماشي بالعكس من الاردن لمصر، بيعدي في سينا. ففي سوء اداره وسوء تخطيط وحكايه منيله ب 60 نيله تخليك يعني تقول ايه ده يعني. ده اينما وليت وجهك تلاقي الحكايه مقندله ب 60 قنديل بشكل غير طبيعي يعني. ايه يا جماعه؟ يعني طب ماشي، الغاز ما دفعتش فلوس ليه؟ لان عليك اقساط، لان عليك ديون، لان ما فيش عمله صعبه، لان مش عارف. يبقى تلاقي واحد طالع زجيس يقول لك الحمد لله تحويلات العاملين زادت ما اعرفش كام في المية. تخيل بقى لما يوصل 88% يقول لك خبر كويس. انا بقى مش فاهم ازاي انت شايفين ان حد يشوف ان ده خبر كويس. لا لا، هو احنا كان وصل بنتكلم على 91. الدين، واغلبه هو دين خارجي على فكره، يعني هو ما ده هو بيتكلم من الناتج المحلي الاجمالي. هو كان وصل 91، انا الرقم اللي سمعته قبل ما اشوف النوكه دي. وبعدين دي 50 اقتصاد، ده فيتش هي اللي قايله كده. طب والله كويس الحمد لله. يعني لا، ما ما بقول لك احنا يعني انت فعلا الوضع بيزداد سوءا كل اسبوع، مش اه كل شهر ولا كل اه سنه. احنا بنتكلم اسبوعيا، يعني الخبر المعتاد بتاع كل اسبوع البنك المركزي يسحب معرفش. لدرجه ان انا بقيت اتلخبط، احنا قلنا قبل كده ولا لا؟ اه، ما احنا قلنا قبل كده، بس هو بيتكرر كل اسبوع، واحنا اه بنتكلم على بالظبط، ما هو فوائد لدرجه بنت كلب، يعني مش فوائد طبيعيه يعني انت. لدرجه ان انا فعلا بس ما بقتش عارف احنا بنعيد نفس الخبر انا وانت، ولا هو فعلا كل اسبوع بيعمل لا، الكلام ده. انا بتاكد، انا بشوفه، لان انا بلاقيه يقول لك بلاقي يعني التوقيت الخبر مختلف، مش هو. يعني ده جديد ده. ما انا اه، هو ما هي دي الفتره اللي المشكله. احنا فعلا يعني انت كنت بتقول ان احنا بنستورد غاز، بس هو نشأة الدين بيقول لك احنا بنصدر بطاطا، ما يعني هو بيقول لك ان مصر تصدر بطاطا لاوروبا، حاجه تفتح النفس يعني. تخيل احنا انت بتستورد غاز وبتستورد كل حاجه في الدنيا وفرحان ان انت بتصدر بطاطا ومانجا، يعني ما اصل يعني والله ما ينفع دي ما تبقاش بلد لما يبقى انت بس بجد خضار. يعني. يعني لما انت تبقى ويا ريتها انت يعني انا كان في مانجا نازله في السوق هنا في كندا مصري، فقلنا نروح نجيبها. رحنا لقيناها بايظه، ما هي باظت يعني وانت واحنا عارفين اخبار كتيره بيقول لك ايه، ليبيا بترجع شحنه معرفش ايه علشان بايظه. انت اصلا حتى في دي مش عارف تعملها صح. يعني انت حتى في الحاجات اللي انت بتقول ان انت بتصدرها بيطلع فيها مشاكل، لان انت غالبا مش ماشي على اي كود ولا اي ولا حاجه مواصفات خالص، ولا اي ولا حاجه وبعدين اجمالي الصادرات دي كام ولا يعني؟ حاجه. انت هو الرقم اللي بيتقال على طول ان الفرق في الميزان التجاري بتاعك الصادرات والواردات. الواردات بتاعتك اكتر من الصادرات بحوالي 30 مليار دولار في السنه، ودي حاجه مش قادر ان انت تعمل فيها حاجه. يعني ما انت ما احنا اهو، ده حتى الغاز بقينا نجيبه كمان. فيعني ما فيش، وعمالين نقفل في كل حاجه، والراجل بيزود اسعار كل حاجه، وبقت بلد جبايه بشكل غير طبيعي. ما بمناسبه ان انت، انا افتكرت وانت بتتكلم على موضوع القوه وبتاع. انت ابسط حاجه يعني انا بكلمك على حاجه مفروض تكون سهله، يعني ان انت يبقى ليك تواجد في قناه علشان في باب المندب، علشان قناه السويس مثلا. يعني دي يعني انت بتقول نحارب اسرائيل، يا عم حارب الناس اللي بشباشب الاول، وانت او يعني حاول تعمل اي منظر. انت نص ولا تلت الايرادات بتاعت قناه السويس راحت منك وما عملتش اي حاجه، يعني انت وعلى فاهم. فكره انت مش محتاج انك تحاربه. انت محتاج تغير التوازنات الاقليميه بتاعتك وخلاص. التحالفات الاقليميه اللي هم غرقونا فيها كلها بتضرنا. يعني انت الامارات والسعوديه ماسكنا من بضلنا، انا اسف لاستعمال اللفظ يعني، بس هو كده يعني.
المن اللي هم اللي بيمولوا استيراد الغاز، هم اللي مش عارف مشترين المنتجات الحاجات بتاعتك كلها، وهم في نفس الوقت مش مهتمين قوي بمصلحتك. يعني انت واقف معاهم واقف مع السعوديه وما بتتدخلش في حرب ليبيا خالص يعني. ما مثلا يعني انت بعت لهم الارض أو الشركه دي بتزرع في تشكي، بتزرع في تشكي بقى. ما افتكرش ان هم جايبين عمال من الامارات، يعني اكيد عماله مصريه ومهندس مصري ومدير مصري وكل حاجه مصريه. وحتى ده بقى هو سوى فيها ميزه، ان احنا مش هندفع فلوس شحن، هناخدها بالعربيات النقل من تشكي لغايه لما توصل الصوامع بتاعتها. بنهرج، بلد بتهرج. ايوه، ما هو بلد وبلد بتهرج دي. يعني انا امبارح في واحده طلعت في فيديو راكبه عربيه وحاطه ميك اب وشكلها شيك وبتاع. انا شفت انا انا بتكلم بجد. انا يعني اغلب الناس اللي عندي على الفيسبوك اكيد شافوا الفيديو ده. اه. تقول لك احنا كنا بنروح السوبر ماركت، نجيب الخضار والفاكهه متغلفه وشكلها حلو وشكلها شيك وبتاع، وبعد كده اضطرينا بقينا نكلم بتاع الخضار والفاكهة اللي جنب البيت علشان يبعت لنا الخضار والفاكهة، علشان احنا ما بقيناش نعرف نجيبه من السوبر ماركت. والموضوع تطور معانا ان احنا دلوقتي بقوا بيعملوا ميني سوق. الست دي واضح انها ما شافتش سوق قبل كده. اصل انا ساكن جنب سوزان النيري، فيعني السوق ده السوق ده عادي يعني. يعني كان يعني وجبه، يعني مشوار طبيعي عندي يعني. هي واضح انها ما شافتش سوق قبل كده. فبيقول لك احنا عندنا في المنطقه عملوا ميني سوق. يوم الجمعه بننزل نشتري الحاجه من السوق. فهي طبعا كانت عايشه واضح انها مستاءة جدا من اه الموضوع. مستاء جدا، وبتقول يا جماعه طيب احنا مش عايزين ابعد من كده. يعني احنا موافقين على الميني سوق بس. مش عايزين ننزل تحت كده مش بقى عايزين يعني. ننزل. وهي هتنزل، هي هتنزل هتنزل. غصب عنها، هي واللي هي اصل كلفوها. هي فاكره ان الكلمتين دول هتوقف الدنيا. هي هتنزل فاكر فيلم يعني. الارض الايدي الناعمه لما كان في الاخر بيروح يجيب الحاجه من السوق، اه، ايه إيه اللي الفاكهه دي اسمه ايه عتاقي اللي وعليها بيضه. ايوه، ايه اللي اسمه عامله ده وبتاع، وماشي بالبطه وبتاع. فهو هيوصلوا لكده. السؤال بقى احنا ايه وصلنا لكده؟ لان انا شخصيا شايف ان انا وانت وناس كتيره، مش ناس كتيره يعني، اقليه من الناس، بس مش اقل من 3 4 مليون برضو يعني. ما هو الاقليه دي برضو لما يبقى 3 4 مليون ده مش رقم قليل يعني. كانوا بيقولوا من اول لحظه الكلام ده غلط، اللي بيحصل ده غلط، اللي بيحصل ده ما ينفعش. احنا انا وانت وغيرنا اتشتمنا، وفي ناس اللي اتحبست، وفي ناس اضطرت انها تسكت علشان ما تخسرش قرايبها واصحابها وبتاع. بس احنا كنا صح. ودلوقتي كل اللي بيشتكي دول كانوا قاعدين على اللجنه بيسقفوا لتسلم الايادي وبيرقصوا قدام اللجان وبتاع، والنهارده بيعيطوا. فهو يعني انا فعلا طبعا الوليه اللي هي طلعت تتكلم دي هي طبعا مشكلتها. انا في رايي انها مصممه ان ربنا خلقنا درجات ولا طبقات، واحنا يعني عايزين نحافظ على الطبقه بتاعتنا يا جماعه ايوه، ما يعني. هو ربنا غير رايه في النص. هي ايه مشكلتها بقى؟ انا رايي ان مشكله الناس دي ان كل زي ما احنا كنا بنقول بقالنا 3 4 اسابيع، او يعني بقالنا كتير يعني، ان كل جماعه مقتنعه ان هي الجماعه الوحيده اللي لازم تعيش كويس، او المفروض تعيش كويس، ويولع اي حد تاني. ما هو ده اللي حصل. ما هي مقتنعه ان ربنا خلقنا طبقات. ايوه، طب ما هو ربنا بيغير بقى، يعني بيجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق. انت معترضه على ايه؟ اعترض على ربنا بقى، منك ليه؟ احنا ما انا ما بقول لك ايه يعني وده هو انت واخده عليه تعهد انك انت هتفضلي في الطبقه دي على طول؟ ابدا. هو كده انت اتولدت لقيتي نفسك في الطبقه دي، هو في النص غير مزاجه. يعمل لك ايه؟ ادي الله وادي حكمته بتحصل. لا وهو ده اللي احنا بنقوله. ان هو من الاخر يا جماعه، يا نعيش عيشه فل كلنا، يعني نقول يا اما كلنا. يا نموت احنا الكل. ما هي دي المعادله اللي الناس لازم تفهمها. انت لما تقول الخطر بعيد عني، لو انت مثلا شايف شويه ميه بينقطوا في الطرقه وانت قاعد في الليفينج ولا في اوضه النوم، ما ينفعش تسيب الميه اللي عماله تنزل دي في طرقه وتقول اصل انا مش قاعد فيها. ما هو شويه النقط اللي بينزلوا في الطرقه دي هيزيدوا وهيزيدوا، هيخشوا عليك في الاوضه في يوم من الايام. فانت تستنى. المفروض لما تلاقي الغلطه الصغيره، وهو ده اللي احنا بنقوله من زمان يا جماعه، الغلطه الصغيره ما يتسكتش عليها. لان لو انت سكت على الغلطه الصغيره اللي مش بتاثر عليك النهارده، الغلطه الصغيره دي هتكبر
وحطولك في يوم من الايام، وهو ده اللي الناس مش قادره تفهمه. لا، وبعدين كان في اللي هو ايه تبرير الظلم. يعني انا مش هنسى ان كان دايما لما واحد يطلع لك زرجيز كده لما تقول فلان اتقبض عليه او اتحبس او ليه كده او مش عارف ايه، صحفي او ناشط سياسي او بتاع، يقول لك اكيد عمل حاجه غلط. يا عم ما عملش. طب لو ما عمل حاجه غلط حاكمه. يقول لك لا، ما هو يعني هيقبضوا عليه كده. يقبضوا عليه كده. اه اهو. ما تبرير الظلم. الكلمه الطبقه المتوسطه المعفنه بتاعتنا اللي كان طلع عليها ان مش عايزين التعليم المجاني اللي عمله عبد الناصر هو اللي بوظ الدنيا. خد على قفاكم اهو بقى بفلوس، وريني هتودي ولادك الكليات ازاي. ما and so on. فهو تبرير الظلم والغباء الاجتماعي الغريب اللي عند الطبقه المتوسطه المصريه. مش عارف، دي اغبى طبقه متوسطه شفتها في حياتي. في حياتي. هي الطبقه المتوسطه المصريه. والغريب ان دول متعلمين، وانا مش وده دليل على فشل المنظومه التعليميه. معلش يعني، اللي فاكر ان احنا اتعلمنا، احنا ما اتعلمناش. اللي اتعلم غصب عن المنظومه التعليميه. يعني عند فيها. اللي اتعلم يعني، احنا ممكن تطلع مهندس تعرف تشتغل، ممكن تطلع دكتور تعرف تشتغل، بس ممكن تبقى دكتور وحمار عادي جدا. ده انا عادي. ده العادي. العادي. يعني مش معنى ان انت معاك شهاده بكالوريوس طب ولا بكالوريوس هندسه ولا اي حاجه ان انت تبقى بتفهم. انت ممكن تبقى شاطر في شغلتك وحمار في اي حاجه تانية. وهو ده اللي احنا اكتشفناه. انا اكتشفت ان كل الناس اللي حواليا ما عندهمش اي بي سي سياسه. صفر سياسه، صفر مبادئ، صفر اخلاق، صفر كل حاجه يعني. والنتيجه اهو، النتيجه ان كل الناس بتعيط النهارده. ما هو الوضع ايه؟ كل الناس بتعيط، بتشتكي، تقول لك انا بروح الميني سوق يعني. ربنا يعينها. فبقول لك لا، ولسه يعني انا لن استغرب انها نفس الشابه الجميله بنت الناس اللي ربنا خلقها في الطبقه العليا دي، انها بعد شويه كده هتقعد في السوق. هي نفسها هتقعد في السوق وفرشه قدامها الميك اب والجزم القديمه بتاعتها وبتاع علشان تستبدلها بحاجه هي محتاجاها. وان محدش يستغرب يا جماعه، البرازيل حصل فيها كده ان كان في اللي هو اللي يعرفوا اوروبا كويس هو بيسموه في سوق البراغيث فليا ماركت. الفليا ماركت ده ان انت بتروح تجيب حاجات مستعمله او حاجات حتى مسروقه، سوق الحراميه. البرازيل والمكسيك كان في لحظه من اللحظات الطبقه المتوسطه هي دي الوسيله الوحيده انها تجيب الحاجه اللي هي محتاجاها، انها الاستبدال. كنا وصلنا لمرحله المقايضه. they cannot afford البرايسز اللي في المحلات. فلما انا عايز جزمه كاوتش بروح اخد الحاجات اللي انا مش محتاجها وادور على حد عايز يديني الجزمه كاوتش وياخد مثلا الكتاب بتاعي ولا نضاره الشمس اللي انا مش محتاجها. ف لا، خير ان شاء الله، خير ما هي خير. وارجع تاني يعني انا مش بشمت فيها. بس انا اللي عايز اقوله ان الناس دي كل المصريين، ما هي مش مشكله الفرد. هي في ناس طلعت تدافع عنها وتقول طب هي هتعمل ايه. لا، احنا كلنا غلطنا، احنا كمصريين كلنا غلطنا. انا وانت ما غلطناش، او انا وانت قلنا اللي عندنا لان احنا احنا كنا مستبعين الصراحه يعني. بس كان سهل قوي ان انت من غير ما تعرض نفسك للخطر ان انت ما تشاركش في الغلط، ان انت ما تساندش الغلط، ما تسقفلوش، ما تروحش تنتخبه. يعني لو كان كل الناس اول انتخابات دي، انا اعرف كل دايره معارفي للاسف اول انتخابات كانت رايحه تنتخب بقلب يعني. وكانوا متاكدين ان هم بيعملوا حاجه كويسه يعني. وانا كنت شايف ان دول بيعملوا حاجه غلط تماما يعني. ولما انا رحت الانتخابات الاولانيه دي، انا رحت انتخبت ضده لان انا كنت عايز اقول يا جماعه احنا مش كلنا معاك. وانا كنت اتمنى ان الناس يبقى عندها نوع من انواع الوعي انها تقول لا للبني ادم الغبي ده اللي ما ينفعش يمسك كانتين مدرسه. والله ما ينفع يمسك كانتين مدرسه. فعايزين نأكد على ان انا مش بشمت في حد، ولكن انا بقول ان ده نتيجة سكوت وتصفيق وان الناس كانت بتسقف وبتشجع الغلط. يعني كانت لا ناس تأييد بتشجع على فكرة. الغلط. لا تأييد وتأييد لحاجات ما غلط لا تماما. اضرب بيد محتاجة من حديد، يعني ايه اضرب محتاجة. بيد من حديد؟
المفروض القانون في هو اللي نطاق يتحرك. الجرائم يعني ان انت بت بتشجع على قتل ناس واعتقال ناس، ماشي الاخوان، طب وبعد كده الليبرالز، طب الناشطين السياسيين، يا اخي مش عاجبينك مش مشكله، ايه المشكله؟ ما هو مش لازم كل الناس تبقى شكل بعض. ماشي، انا مش عاجبني بس مش معنى كده انه يتسجن. هو مش معنى كده ان انا ارمي القانون على جنب، ما يا جماعه اه. اللي غلط يتحاكم بالقانون، مش هي مش عافيه هي. وبعدين احنا كنا وصلنا، اسف يا فادي، احنا كنا وصلنا مرحله ان الناس كلها، البلد كلها بتبقى عارفه ان في 5 افراد اتقتلوا في قضيه ريجيني دي، اتقتلوا وهم ابرياء تماما. اتقتلوا مش اتحبسوا، اتقتلوا، اتضربوا بالنار، اتصفوا بالنار، وقال لك هم دول اللي سرقوه، ومحدش عمل حاجه ومحدش اهتم. والناس قالتها كنكته، ده جايين من الشرقيه ضربوهم بالنار في السكه وقالوا هم دول اللي قتلوا ريجيني. حاجه بنت وسخه ملهاش علاقه تخلي الواحد يقول تستاهلوا. يعني ما اذا ده النتيجه كنا الطبيعيه بقى، تستاهل اه ما تسالوش، يقول لك أنا مش ذنبي، انا ما عملتش حاجه. لا، ما انت احنا كلنا في مركب واحده، اه والمركب الواحده دي المفروض ان احنا كلنا نبقى عايزين نعيش كويس. هو دي المسج اللي انا نفسي الناس تفهمها، انا مش هينفع اعيش لوحدي كويس، لازم كلنا نعيش عشان انا اعيش كويس لازم اللي حواليا يعيشوا كويس، لان حتى لو او انا على عايش كويس الاقل ما يبقوش بيعانوا بالشكل ده. بالظبط. يعني يعني ما تبقاش هو الحكايه كويس بتاعته دي يعني. يعني عنده البيزك نيدز، انا مش اه بتكلم على كويس ان هو يبقى عنده كل الناس يبقى عندها يخت وطياره خاصه، انا بتكلم ان احنا يبقى الناس عارفه تعيش، ان الناس عارفه تسكن وتاخد علاج كويس وتاخد تعليم كويس وتاكل كويس. هو دي اسمها بيزك نيدز، الاحتياجات الضروريه هو والاساسيه. مش المره اللي فاتت كان في الامتحان الثانويه العامه بيقول لك في ايه فيهم اللي مش مهمه؟ ده اه، طلع جدول. ان كلها مش يعني هم حطت اختيارات كلها حاجات ما ينفعش استغنى عنها. السكن ولا الطعام ولا الصحه ولا ما مش فاكر كان اللبس، ايه. هو انت اه غالبا هو كان قصده على اللبس، ما اصل انت ممكن بقى تمشي بقى سلبوته بقى، ما ملبوسه البوطه في اه الشارع. ما اعرفش بقى يعني لو دي هتمشي ولا ايه. ما احنا ده جو دافي عندنا. يعني ارجع لايام مصر القديمه بقى اه وبتاع، لدرجه ان انت دلوقتي بيطلع خير رمضان يقول لك انتوا اشتريتوا ادويه ب 88 مليار جنيه في 6 شهور. 88 مليار جنيه، انا لما اخدت الرقم ده قسمته على 100 مليون، اصل هي ميزه مصر ان فيها 100 مليون، فانت مش بتقسم سهل يعني، فيطلع 880 جنيه في ال6 شهور. يعني اقل من كام، من 18 دولار. احنا بنتكلم على 18 دولار في ال6 شهور بير بيرسون. في السنه اضرب قول في اتنين يبقى 36 دولار في السنه، ادويه بير بيرسون، يعني لو احنا قسمناها على عدد السكان. جيت اشوف بقيه العالم ايه نظامه، احنا بنتكلم في ارقام تانية خالص بقى. يعني امريكا بيدفعوا 1400 دولار، دول المانيا. دول مزودينها على شحاته ماشي يا مرصوصه. عم، نمسك النرويج 500 دولار، ومصر بتتكلم على 38 دولار في السنة. 38 دولار في السنة دي ولا حاجة يا جدعان، دي ولا حاجة. فلما يطلع واحد زي خالد رمضان ويقطمنا بقى ان احنا انا عايز اقول للمصريين اللي بيستعملوا انسولين ان ده تمن، نص تمن علبه انسولين هنا في كندا، ال 38 دولار دي. فلو انت بتستعمل علبه كل شهر يبقى هتدفع الضعف ده كل شهر بس. يعني ده رقم محدد، يعني مش هتكلم على ادويه تانية، الانسولين لان ده بقى مقياس الحياه دلوقتي في مصر. ان تم، واسال المدام الدكتوره ماريز انها عارفه هي اسعار كمان. الانسولين ثمنه ضعف كده في كندا، وكندا مدعوم. امريكا 3 اضعاف او 4 اضعاف كده، لان امريكا سايباها كده. احنا في كندا عندنا كاب على الاسعار وما بيعلوش الاسعار. فال 38 دولار انت قلت كام؟ 38 مش كده؟ 38 في السنة. في السنه دي تساوي نص اه ثمن 36 مش 38، 36 18 في دولار ال6 شهور، اه 36 في السنة، ده رقم ولا 36 دولار حاجة. في السنة دي نص ثمن علبة أنسولين في كندا، اللي هي عاملة كاب على أسعار الأنسولين بس. وشوف أنت بقى الأدوية الضغط وأدوية هي حاجة قلة لا، أدب بصراحة. مهزله، والناس مش لاقيه الادويه اصلا، يعني انت حتى لو معاك الفلوس مش لاقي ادويه. انت في ازمه ادويه، لان انا كذا حد بيقول لي أنت الصيادله. هتقول لي أنا؟ أنت هتقول لي الصيادله ما عندهمش ادويه،
واغلبهم بيقفل صيدليات وبيقفل، يعني في ناس كتيره بتقفل دلوقتي الصيدليات. طبعا. انا قبل ما يعني انا عايز اتكلم على موضوع تاني، بس قبلها لازم نتكلم على ان هم فعلا عندهم بلان ان هم يطلعوا كل الناس من بطاقه التموين تقريبا. اه يعني بيقول لك لو انت مؤمن عليك خلاص مالكش تموين. لو انت شريحه استهلاك الكهرباء بتاعتك عاليه تبقى مالكش تموين. لو انت عندك اكتر من 4 افراد في الاسره مالكش تموين. لو عندك عربيه او عقار او سياره حديث السرعه تبقى مالكش تموين. لو انت عندك تكييف مفيش تموين. لو انت عندك موبايل مفيش تموين. اللي هو يعني هو مين ما عندوش موبايل دلوقتي؟ لا، وبعدين زيادة عدد أفراد الأسرة عن أربعة، يعني أنت بتطرد كل الطبقات الفقيرة، ما يعني ما اه مش بالظبط. فاهم أنا يعني. تكييف وانترنت، يبقى انت كده ما تنفعش تاخد تموين. يعني مين يعني اللي هياخد تموين؟ ما ده معناه ان انت بتقول لكل الناس ان انت مالكش تموين. هو ده واحد شحات قاعد في الشارع لوحده يعني بس. ما حتى الشحات دلوقتي معاه موبايل. اصل الموبايل بقى يعني كلام فارغ، يعني مش حاجه. يعني كل الناس عندها موبايل. يعني احنا بنتكلم في بلد راحه بتقفل قفله بنت كلب يعني. انا بس عايز اقول على التقرير ده. انا الحقيقه ما جبتوش من دماغي. انا التقرير ده اتفرجت على فيديو لواحده عظيمه، انا للاسف مش فاكر اسمها، بس هي بتقول كلام محترم جدا. ودي من اقل يعني من اكتر الناس اللي بيقولوا محتوى عربي محترم. انا تقريبا ما بشوفش حد بيقول حاجه بالعربي تنفع يعني، ما عدا البنت دي واضح انها متعلمه كويس وبتتكلم كلام موزون كده وكلام بالارقام. وطبعا الارقام دي يعني حاجه غريبه شويه. فهي كانت بتتكلم على السوشيال موبيليتي اندكس او تقرير السوشيال موبيليتي. والسوشيال موبيليتي هو تعريفه انك قدرة الافراد على انها تتحسن في الطبقة الاجتماعية بتاعتها. ان هي الانحراف الاجتماعي. ان واحد يبقى مثلا في الطبقة متوسطة فيعلى، ان واحد يبقى طبقة فقيرة فيخش الطبقة المتوسطة وهكذا. او انه يعني وضعه الاقتصادي يتحسن وبتاع. التقرير ده بيقول ان مصر نمرة 71 على 81 دولة في العالم. وطبعا بقى شوف الارقام، يعني شوف البلاد اللي شبهها، يعني هتلاقي ان احنا بنتكلم في القاع يعني. طبعا انا مش محتاج اقول ان الدول المتقدمه وخاصه الدول اللي عندها نزعه يساريه، لان واضح ان اليسار في مصر ده عامل لناس كلاكيع كده متخلفه. ففكره السوشيال ديموكراسي، الديمقراطيات اللي فيها نوع من انواع التكافل الاجتماعي، هي اللي قادرة تحقق المعادلة الصعبة بتاعة الترقي الاجتماعي في المجتمع. الدنمارك، الدول الاسكندنافية طبعا لازم تبقى في الأول. بعديها هتلاقي هولندا دي دايما كده شبههم. هتلاقي كندا واستراليا موجودة، فرنسا وألمانيا والنمسا، بلجيكا، اليابان. هم دول اللي عندهم شبكة تكافل اجتماعي بسبب اليسار اللي مش عاجب المصريين ده. انا مش عارف اليسار ده مضايقهم في ايه يعني. يعني عريان الطيز، عارف مش عارف لا يعني. لا. انت اليسار بيقول يا جماعه احنا لازم ندعم الافراد الاقل حظا في المجتمع، علشان الافراد دي يقدروا يقدموا حاجه للمجتمع ان ريتيرن. ما هو انت لو ما علمتش الناس زي ما بيحصل في مصر كده، انت هتطلع جيل مش متعلم، جيل مش لاقي شغل، جيل هيضطر يعمل جرائم علشان ياكل. فانت لما المفروض تدعم الاقل حظا والافقر في المجتمع علشان الناس دي تقدر يبقى عندها فرصه انها تترقى في السلم الاجتماعي، وده بيعود بالايجاب على بقيه المجتمع. هو ده هي دي الفكره. احنا مش يا احنا لو فادي، على الطبقه المتوسطه المصريه زعلانه ان في تعليم مجاني. انا سمعت الحكايه دي من ناس حواليا، هم نفسهم اتعلموا مجانا، يعني في مراحل بتاعتهم اتعلموا مجانا. ما احنا كنا كلنا معظمنا في مدارس حكوميه، واللي كان فينا في مدرسه خاصه كان ابتدائي حكومه، وبعد كده راح ثانوي خاص ان سو اون، والجامعه كانوا كلنا دخلنا الجامعه الاهليه. هم ابناء الطبقه دي اللي يقول لك التعليم المجاني هو اللي بوظ الدنيا. طيب ماشي، ما هو بقى بفلوس، انا مش وريني. عارف ازاي هم شايفين كده يا جدعان. احنا ما لو ده اللي هيجنني. يعني انا الدعامة دلوقتي، السياسي ده. انا فعلا مش فاهم. يعني انا ابويا وامي دخلوني مدارس خاصه كانت ب 1000 جنيه في السنه، وكانوا يعني بيتعبوا علشان يوفروا ال 1000 جنيه دي، لان كان رقم كبير وقتها يعني.
وبعد كده دخلت الجامعه الحكوميه اللي خلتني اشتغل. انا لولا الجامعه دي، ولولا ان انا عندي شويه انجليزي بسبب المدارس الخاصه، ولولا ان انا انا اتعلمت كويس صراحه في الكليه. انا ما اقدرش اقول ان انا ما اتعلمتش كويس. انا كنت من الناس المحظوظين اللي دخلت جامعه اسكندريه، كليه هندسه، قسم كمبيوتر. قسم كمبيوتر ده انا كنت واحد، كانوا بياخدوا اوائل الدفعه. كانت الدفعه فيها 60 نفر، فاحنا اتعلمنا. ما اقدرش اقول ان انا اتعلمت وحش خالص، بالعكس انا اشتغلت قبل ما اتخرج. بس عشان الناس تبقى عارفه يعني، انا عملت انترفيوز في الشركه اللي انا اشتغلت فيها. عملت انترفيو قبل ما اخد الشهاده، يعني قبل ما اتخرج عملت السي في وقدمته، وعملت انترفيو واتقبلت قبل ما اخلص، قبل ما النتيجه تطلع، وقبل ما مشروع التخرج ما نسلمه. وهو ده اللي خلاني اعيش كويس. انا كنت بقبض كويس. لولا ان انا اتعلمت تعليم كده انا ما كنتش هعرف اتعلم، لان انا وهو ده اللي من الناس مش عارفه تفهمه. يعني انت لما انت مهندس كويس او انت دكتور كويس، ومش حرامي وبتقبض مرتب كويس ومعايش الولاد كويس، انما لما يبقى تعليم بالاولاد بتاعك، الجامعه هتكلفك ربع مليون في العيل، ما هتجيبهم منين؟ وكم واحد هيقدروا يجيبوها؟ بلاش دكتور وبلاش مهندس، مدير عام في شركه، مدير اداره، محاسب في بنك، الارقام دي هتجيبها ازاي؟ وبالتالي اللي هو اللي فادي بيتكلم عن السوشيال موبيليتي، اللي هي الحراك الاجتماعي. الطبقه المتوسطه للمره المليون بقول هي رمانه الاباني في اي مجتمع، ولازم انها تبقى في حدود ال 40%. و40% دي ما بتوصلهاش وتقف على كده، المفروض انها بتكبر كمان. لو وصلت 42 يبقى كويس، انما في حدود ال 40% بتوصل عن طريق انها تعيد توليد ذاتها. يعني اولاد الطبقه المتوسطه يبقوا طبقه متوسطه، وبتقبل ناس من الطبقات الاقل، بيبقى في حراك اجتماعي، ان ابناء العمال والفلاحين والناس الاقل في السلم الاجتماعي، اللي هم بيسموهم بلو كولرز، يقدر انه يبقى وايت كولر، يقدر انه يطلع ويبقى من الطبقه المتوسطه. المدخل بتاعها هو التعليم. انت بتقفل التعليم تماما. في واحد النهارده بيقول لك احنا بقى ضاعفنا عدد الجامعات في مصر، كان عندنا 50 جامعه سنه 2014 بقوا 100 جامعه. قلت له ها وبعدين؟ ضاعفت عدد الطلبه، ضاعفت عدد اللي بيخشوا هندسه، ضاعفت عدد اللي بيخشوا كليات الكمبيوتر، ضاعفت عدد الاطباء؟ ما ضاعفتش، انت مش لاقي. ده بالعكس، احنا اتكلمنا بالارقام المره اللي فاتت ان عدد طلبه الهندسه في مصر 65، كان 12%، 14% من عدد طلبه الجامعه طلبه يا عم الهندسه. التعليم المجاني ما بقاش مجاني. بيقول لك احنا عاملين فصول تقويه، الحصه ب 100 جنيه للطالب. يعني الطالب اللي في مدرسه حكومي وعايز ياخد درس، علشان الحصه، عشان هم صارفين مجموعه عليه. فصال تقويه اللي كانت بايامنا ب اه فصول 75 تقويه دي، قرش. انا فاكر ان انا مره اخدت، كان في اولى اعدادي، كان في مدرس الرياضه كان حمار، وكان في منهج جديد نازل، بيدي بقى بيقولوا عليها رياضه حديثه. يعني هي مش حديثه ولا نيله، بس هم قالوا عليها رياضه حديثه. وكان هو حمار، فانا اضطريت اخد مجموعه في المدرسه، علشان كان ب 7 جنيه. والله انا فاكر ايه الرقم. يا عم ده؟ انا داخلها ب 75 قرش. ورحمه ابويا داخلها ب 75 قرش. بس فدلوقتي بيقول لك ان الحصه ب انا 100 من جنيه زمايلة رمسيس في الهاي سكول، ف مش فوتك 75 قرش دي. اه لا انت مأساة تخيل، بجد. يعني انت يعني تخيل بتتكلم. الحصه ب 100 جنيه، يعني انت محتاج في ماده واحده، ما حصتين في الاسبوع ادي 200 جنيه، في الشهر ادي 800. ده ولا حاجه، ده انت كده ورايح المدرسه. اه مش ده بيجي ب لك 800 البيت. جنيه حصه فصل تقويه، مجموعه في المدرسه 800 جنيه في ماده واحده. لو عندك مادتين يبقى ادي 1600، لو عندك عيلين دخلنا في 3000 جنيه. احا احا. اه ما هي كده، هي كده فعلا. ونرجع تاني يا جماعه. والله التكافل الاجتماعي ده هو اساس المجتمع. احنا من غيره هتبقى غابه، وهي غابه هي دلوقتي. بقت غابه. لا ولسه يعني لما واحد بقى يبقى يطلع عليك بمطوه، بقى يثبتك بمطوه وهو مبرشم، عنده 16 ولا 17 سنه، ما تزعلش، لانه خلاص هو قفل على كده، ما مش هيعرف يعمل حاجه في حياته. انت بتقفل الدنيا، ولما بتقفل الدنيا كده الدنيا بتتبهدل، الناس بتشط في اتجاهات غريبه جدا يعني.
يعني ما علينا. اه لا ما علينا، انا بس قبل ما ننقل لا لا، انا بس عايز التاني السلايد اللي هي اللي في الاخر اللي فيها مصر، عشان بس الناس تشوف احنا في مع مين، احنا في مستوى انهي دول. يعني احنا قلنا الدنمارك والسويد والنرويج ومش عارف ايه والكندا واستراليا والعالم البيضة الحلوة المربربة دي. انزل بقى تحت كده شوية، وريني احنا بقى كان بمين كده. اي مصر بقى. باكستان، بنجلاديش، جنوب لاوس. افريقيا، اه جواتيمالا، لاوس، غانا، باراغواي، السلفادور، اندونيسيا، بنجلاديش، الكاميرونز يعني الناس ساحل الحلوه. العاج يعني يعني صحبة في زي الفل يعني، حاجة لا تفرح. وعلى فكره التقرير ده اكيد معمول على الفتره اللي فاتت. احنا لو معمول من التقرير فترة. بتاع السنه الجايه هيبقى اسوأ، لان ناس كتيره نزلت لخط الفقر اوريدي. ولو تاخد بالك ان مفيش ولا دولة عربية معانا. اه لا ما يعني انا بصيت عليها مخصوص عشان اشوف، طب معانا اليمن بتاع، يمكن ما درسوهاش ان احنا بنقول ان هم ممكن هي واحد 81 دولة. 81 دولة، هو مش جايب كل الدول يعني بس. طبعا. لا يعني احنا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة. احنا عندنا كارثة، مشكلتي. يعني انا بس عايز اوريك برضو جزء من المشاكل العبيطة، ان احنا بنعمل الحاجة وبعد كده بنرميها. يعني احنا هيوقفوا القطار الكهربائي علشان ما فيهوش حد بيركبه. القطر رايح فاضي وراجع فاضي ومفيش حد فيه. ومفيش كهرباء يعني فانت فرحان لي ان في قط بس شكله حلو، كهرباء. سيبك انت الصورة اه ما منورة. هي دي المشكله، ويقول لك احنا عملنا شبكه مواصلات وبتاع، ويطلع لك اسمه ايه، منصور شيفورليه ده، يطلع يقول لك مصر عندها شبكه معرفش اسمها ايه، طرق رهيبه احسن من اوروبا. وبعدين هو الناس مش لاقيه تاكل، وبعدين يعني مصر نفذت طرق وبنى تحتيه افضل من اوروبا وامريكا. هي ولا نفذت احسن ولا اي ولا نيله ولا بتاع. هم عملوا شويه طرق، واكيد عملوش اي نوع من انواع معايير السلامه والامان والكلام ده طب يعني. احنا هنعملها دي طرق هنقسمها عجل ومشاة ولا ما يعني احنا لغايه دلوقتي موضوع فكره ان في بيدستريان كده او ناس ماشيه على رجليها دي المفروض تاخد اولويه في الطريق، دي مش موجوده في مصر. الكونسيبت ده مش موجود. يعني انا اخر وبعدين مره، اه انا بتكلم بجد، اخر مره نزلت احنا هنا لو بنشوف بطه معديه بنقف لها، والله بنقف لغايه ما المدام تعدي يعني هي ب- واولادها. بمناسبة بطة معدية دي، في فيديو انتشر، في يا ريتني كنت جبته حطيته لك، عبارة عن بطة بتعدي الشارع وبعدين وراها بطة تانية وبعدين وراها بطة تالتة والشارع واقف بقى، انها اتجاهين واقفين، فواحد اللي بيصوره قال لك I hope my manager would believe that. راح جايب البط بقى ايه، سرب حوالي مثلا 300 بطة ماشيين ورا بعض، العربيات واقفة مستنية. انا بقى اخر مره نزلت مصر وماشي وراكب العربيه، ما اعرفش ليه جات لي الجرأه ان انا اسوق العربيه يعني. ومشيت في طريق على الترام، في حتت في الترام لين واحده يعني، ما فيش ما فيش تو لينز يعني، والناس ماشيه على الجنبين. فانت لو مشيت اكيد هتخبطهم يعني. فلقيت صاحبي اللي جنبي بيقول لي ما تمشي، قلت له امشي ازاي وانا هخبطهم؟ قال لي عادي يعني بالمرايه مفيش مشكله. من ناحيه في مشكله، والله في مشكله، انا ما ينفعش اعمل دي كده. عيب التعليم الأجنبي. دي انا بقف لبطه الاقي بني ادم ماشي واخبطه عادي كده وتقول لي عادي. ما ينفعش يعني، ما في حاجه غلط. المهم احنا عندنا فقرتين لو نقدر نغطيهم قبل ما نقفل. الفقره الاولى بتتكلم على في فيلم هندي كده حصل اليومين دول، بيتكلموا على المساكنه، والمساكنه دي ينفع ولا ما تنفعش. طبعا كل الناس اللي بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا ما ينفعش، واي حد بيقول ينفع دلوقتي بيفشخوه. وانا الحقيقه ما اعرفش هو يعني الكلام ده هدفه ان احنا نملى الوقت الفراغ ونعمل جدل على الفاضي، ولا هو اه فعلا قضية ولا ايه؟ انا ما اعرفش يعني. بس هو في واحد طلع محامي قال لك المفروض قبول المساكنة، راح حبسوه او بيحققوا معاه، ما اعرفش. هو الراجل قال يا جماعة ده كونسبت، فكرة يعني، ما اللي عايز يعملها يعملها. فهم دلوقتي بيحققوا معاه. انا نفسي اعرف هو بيحققوا معاه بتهمة ايه يعني، هو دلوقتي تهمته ايه؟ لا بأي تهمة بقى، يعني ممكن، يعني في واحد اسمه كاتب اسمه أحمد ناجي، شاب كده يعني أنا شخصيا
ما بيعجبنيش ككاتب يعني، مش ما اعرفوش شخصيا. دخل السجن في قضيه اداب علشان روايه كتبها. فيعني هم بعد ما قبضوا عليه فعلا، هو كاتب كتاب روايه ومستعمل فيها الالفاظ العاميه جدا في شرح اللي بيحصل يعني، وفي علاقه جنسيه فبيقول كذا، عمل كذا، حط كذا في كذا and so on. فقبضوا عليه، ماشي، قبضوا عليه لان في واحد راح رافع عليه قضيه، واحد من الشارع قال لك ازاي ان روايه زي كده تتنشر، افرض بنتي قريتها. ايوه يعني يا بنتك عمرها ما سمعت الكلام ده، ما علينا. فبعد ما قبضوا عليه ما عرفوش يعني طب قابضين عليا ليه؟ ده انا ولا بتكلم في السياسه ولا هزار، فعملوا له قضيه اداب. فاظرف حاجه قالها، وكان اتكلم مع بلال فضل مره فاتصل من الضحك، قال لك انا لما رحت نزلت يعني المحكمه، انا كنت رايح باربع عساكر، رايح لوحده في عربيه في جيب باربع عساكر، فكان داخل على تنظيم اسلامي يعني ستة سبعة كده مقبوض عليهم كلهم جايين مع بعض ومعاهم عسكري واحد، فلما شافوه داخل باربع عساكر قال لك ده امير، ده امير. ده الامير بتاعنا بقى اكيد يعني. راجل خطر جدا، منزلينه باربع عساكر في قضيه اداب لانه كتب روايه ما عجبتش واحد بيقراها. طب وانا مالي انا، ان شاء الله ما عنك قريتها يا اخي. ما هو ده وده الغريب، والغريب بقى ان نرجع تاني للفتره المقندله المهببه بتاعت 2013 دي، ان كل الناس اللي كانوا رافضين الاخوان علشان هيأخونوا البلد وهيخلوها بقوا معرفش يحكولوها ايه، دلوقتي. احنا عايزين دوله مدنيه، دوله مدنيه ازاي واحنا جايبين واحد اصلا فاكر ان هو بيكلم ربنا وربنا بيكلمه وبتاع. انا مش عارف يعني، انا لغايه دلوقتي مش عارف اركبها في دماغي. يعني هو الراجل بيقول لهم انا ربنا جابني وانا ربنا اللي هيحاسبني وانا اللي ربنا بيكلمني وبشوف احلام وربنا بيحققها لي وحاجات لا غريبه كده. يعني وانا عايز حد بقى يكذبني ويقول لي ان مرسي قال كلمه زي كده، او الشاطر قال كلمه زي كده، لان احنا عدينا المرحله بتاعت احنا بنحكم باسم ربنا الى ان لا، ده ربنا هو اللي جايبني يعني فاحنا ده احنا ده حكايه نهلت ب 60 نيله يعني. اه، فانا مش عارف ازاي بقى الناس اللي هي قالك احنا لا، والدوله احنا عايزين دوله مدنيه. دوله مدنيه ازاي يا جدعان؟ يعني الراجل من اول لحظه وهو بيقول انا درويش، ما هو هيقول إيه اكتر من كده يعني؟ وانت والساعه ساكت. الرولكس والاوميجا اه، اوميجا واحمر، حتى مش فاهم ان عبد الفتاح ملهاش علاقه خالص بالاو، حرف الاو ده ملوش دعوه خالص يعني. يعني هو حمار يعني، هو حمار، حمار رسمي يعني يا ريته درويش وبيفهم، ده درويش حمار. فانا عايز اعرف الناس اللي هي المسيحيين مثلا انتخبوه ازاي يعني، ازاي يعني؟ لو ولا ما سمعوا هو عنده كلام خلاص؟ الاساوسه، سمعوا كلام البابا والاساوسه. يعني والله ما فكروش، ما بيفكروش يعني، ابونا قال خلاص يبقى هو اللي صح وعادي. لا، وبعدين يجي لك واحد مأذون يقول لك ايه، اتنين هيتجوزوا، يقول لك احنا كنا عايشين مع بعض رفض يجوزوا. انا نفسي افهم ده معناه ايه يعني ده معناه ايه؟ مالكش كتاب كاتب كتاب عندي يا عم، هم جايين يتجوزوا. انت بتعاقبهم على ايه دلوقتي؟ يعني فين العقاب؟ لا وبعدين يعني انا بس الكونسبت بتاع كتب الكتاب ده، حد عنده عقد جواز سيدنا محمد من عائشه، او او اي واحده من اللي اتجوزهم؟ بلاش اللي كانوا الجواري اللي عنده، لان احنا عدينا مره 12 باين ولا 13 جاريه جاريه، ده غير اللي اوهبوه نفسهم وبتاع، فالحكايه كانت مليطه يعني، لا مؤاخذه يعني. الراجل 32 33، واللي عايز اسماء احطها له المره الجايه، اللي هم اللي ليهم علاقه جنسيه بالرسول، ما هو خبط لزق كده، واللي عايز يسمع بالتفاصيل هجيب له صدمه حياته، فما فيش داعي ليها خالص. لا، هم دلوقتي بينكروا يقول لك لا الكلام ده ما حصلش اه بس. ما حصلش، ما معلش. حصلش، هو الحكايه كلها ما حصلتش، ده موضوع تاني. في ناس بتقول لك الموضوع ده كله ما حصلش، ده حتى مكه ما كانتش موجوده ايامها. المهم ما علينا، سيبنا من الموضوع ده لانه بقى مأساة اليومين دول. ال ال المساكنه يعني ايه يا جماعه؟ يعني هل هي ان راجل وست بيمارسوا الجنس في السر، ولا عايشين مع بعض قدام الناس كلها بس مش كاتبين كتابهم؟ ما هم لو عايشين مع بعض قدام الناس كلها ومش كاتبين كتابهم، ما ده جواز. ما هو الجواز عبارة عن إعلان، واللي مش عاجبه يوريني العقد الجواز بتاع هو الرسول. وكندا بتنفذ ده فعلا حرفيا يعني. سيبك من كندا، ده والكفره ولاد كلب، احنا بنتكلم علينا احنا، حد يوريني عقد الجواز بتاع الرسول.
هو اقروا يا جماعه عيشه اتجوزت ازاي. كانت على المرجيحه، جات لها فلانه دي جاريه عندهم، مسحت لها وشها بميه ودفعتها للرسول فاتى بها كده، وابو بكر قاعد في الخيمه جنبهم. فما توجعوش دماغنا. ولا دي حاجه في السر؟ طب الزنا ده موضوع تاني وممكن نتكلم فيها برضه، لو راجل وست فوق السن، يعني مش اغتصاب ومش ده كونسنت 6، ده المفروض المجتمع يتدخل فيه ولا لا؟ انا بقول لا، ملوش دعوه، انت مالك انت لا، لازم. اتنين ادلتس، اتنين بالغين بيعملوا حاجه اه، بيعملوا حاجه بالتراضي. في السر انت ما شفتهاش. بالتراضي، وهما ما فيش حد بالطريقه بيجبر حد على حاجه. انما لفظه مساكنه دي يعني اتنين عايشين مع بعض قدام العالم كله، قدام البشر كلها. طب ما هو ده الكور، القلب بتاع الجواز، ان الاعلان انا وفلانه عايشين مع بعض، بقالنا 6 اشهر وربنا يسهل ونعرف نتجوز. واخد بالك؟ احنا بنتكلم على مجتمع العنوسه وصلت فيه 30%. والعنوسه هنا مش معناها ستات بس على فكره، رجاله وستات. يعني هم لما حطوا عمر العنوسه عند 25 سنه للستات و30 سنه للرجاله، طلع ان 30% من الشباب المصري عوانس. ما اعرفش بقى الذكر يقولوا له ايه، عنس ولا ولا ايه، ولا عرس ولا ايه بالظبط، يعني ما اعرف. يعني يخرب بيت الجهل يا اخي. هو السؤال ايه هدف اثاره الموضوع ده؟ يعني يطلع احنا يعني اصل عمرو اديب طالع يتكلم في الموضوع ده، يقول لك انتوا هتهدوا العقد الاجتماعي بتاع البلد، والبلد هتروح في داهيه، وانتوا كده عايزين تخلوها معرفش من غير ضابط ولا رابط، ومفيش اخلاق وبتاع. يعني انا مش فاهم ايه علاقه يعني ايه عمرو اديب، ايه علاقته بالموضوع؟ يعني معلش يعني عمرو اديب هو الريفرنس بتاعنا دلوقتي، يعني انا لا مش. لا لا، هو عن فيديوهات الالحاد المنتشره. عمرو اديب بيسمع كلام حضره الضابط، يعني اه لا، هو ما هي مالهاش حل غير كده، وهو اه. ده معناه ان احنا داخلين على كارثه جديده بقى. ما هو طالما بقى الموضوع اصل بقول لك كذا واحد، يعني مثلا الجندي طالع يتكلم، وناس الدغيدي طالعه تقول لك انا ما اعرفش ايه، انا اصلي عملت كده قبل كده. طب انت ايه اللي خلاكي تتكلمي؟ هل مثلا ده برضه ما مرتبينها تتكلم فالجندي يرد عليها؟ ما اعرفش مين يعملوا الفيلم الهندي بتاع اتنين جايين يتجوزوا فالمأذون يرفض ويطلع عمرو؟ ما اصل هي لو هي كده يبقى دي فعلا مقصوده بقى اه يعني. سامع. ما وبعدين اعرفش. انا نفسي افهم احنا ليه عندنا البلاوي دي كلها بتيجي من عندنا، من حيداننا، مش شرقيه. يعني فاكر البت اللي كانت لابسه جلابيه صفرا دي، ولا ما مش شرقيه، الفستان الاصفر، اللي قالت لك انت النجاح بتاعي في الحياه، ولا ما حاجات اه كده انت بتيجي. نجاحي، انت نجاحي، انت نجاحي الموجد. لا، ففي حاجات غريبة جدا يعني فعلا الواحد بيشوف حاجات عجيبة بتحصل، وتحسسك ان انت فعلا لسه ما زلت في العصور الوسطى. احنا بنناقش حاجات من العصور الوسطى، يعني احنا لسه بنناقش بديهيات العالم عداها من زمان يعني خلاص الحاجات دي والله عديناها ما من انا عارف زمان. حتى يا فادي ده عصور وسطى ولا حاجه جديده، لان بقول لك ان ما يعني المساكنه هي حسب ما انا فاهم، هي اعلان اتنين عايشين مع بعض والناس كلها عارفه، خالد عايش مع فلانه او فلانه عايشه مع فلان مع بعض. ومش وانت بقى سيب خيالك بقى هم بيعملوا ايه بالليل. ممكن يكونوا بيلعبوا كوتشينه، ممكن يكونوا بيتفرجوا على التلفزيون، ممكن يكونوا بيناموا مع بعض، الله اعلم، انا مالي. انما العالم كله عارف. طب ما هو ده الكور بتاع الجواز. واللي مش عاجبه الكلام ده لازم يبقى كاتب كتاب يوريني عقد جواز بتاع الرسول ولا حد من الصحابه. الناس اضطرت علشان الهبل ده، ان في ناس عايزة تعمل الموضوع ده، وعلشان ما تقرفش نفسها يعملوا العقد، وكل واحد قاعد في بيته لما يتقابلوا يناموا مع بعض. ما هو احنا وصلنا ان في بيعملوا جواز اللي هو جواز عرفي. المؤقت، جواز اللي عرفي. هو يعني جواز كده الويك اند، كان اسمه كده يعني، اللي هو كل واحد قاعد في بيته في لانه الويك ما اند. فيش شقه تلمهم. اه لا، وات ايفر بقى ايه السبب، يعني مثلا هو يوجولي بيبقى متطلقين، اتنين متطلقين، واحده متطلقه وعندها عيال، وواحد متطلق وعنده عيال،
عايزين يمارسوا الجنس من الاخر يعني. ما جه ايوه، ما هات بقى من الاخر، ما هي هم دي. عايزين يمارسوا الجنس من غير ما يبقى في كوميتمنت. احنا نوصل لكلمه الجنس والعالم يحصل لها حاله فزع، ما تفهمش، مخهم بيقفل وبيفكروا كلهم بالنص التحتاني، رجاله وستات. تلاقي الدنيا اتقلبت، مش حدش عارف يفكر بمنطق في الموضوع ده. يا جماعه الجنس غريزه اساسيه عند البني ادم. واحد زي فرويد بيقول الغريزه الاساسيه، ما ينفعش انك انت تكبتها، ولما تكبتها بتطلع بلاوي. ولما يبقى عندك مجتمع 30% من الشباب فيه مش عارفين يمارسوا الجنس، توقع بقى كل حاجه. فخفوا عليهم شويه بدل ما يطلعوا عليكم بالمطاوي. لان انا وانت مثلا لما رحنا، انا يعني انت فكرتني لما رحنا كوبا. كوبا بلد فقيره ورايحه في داهيه والناس فيها فقراء وبتاع، بس فعلا تقعد لما تروح اي مكان وتلاقي ناس كوبيين، هتلاقيهم قاعدين بيغنوا، واحد ماسك جيتار وبيغني، فرقه بتعزف، واحد ماسك ميكروفون وبيغني، والناس مع انهم عايشين في فقر بس عايشين كويس يعني، مبسوطين مرتاحين، ما عندهمش، مش ماشيين مكشرين في الشارع يعني. تحس فوق الحياة كوبا ناس كفار قوي، فقيرة، اه اه. بس ما عندهمش الكبت الجنسي على الأقل يعني، عندهم فرصة إن هم يعملوا ده. انت عارف انا في واحد مغربي اتجوز مكسيكيه، بنت مكسيكيه اموره كده. ف وراح وحتى احنا لينا صديق راح البرازيل، لما اتجوز برازيليه وراح البرازيل، انت تعرف. راح ورجع ومش عارف ايه. فاحنا مره في لقاء كده، فبقول له عجبتك المكسيك؟ قال لي يعني ما تفرقش عن المغرب يعني، فقراء وغلابه وزحمه ومنيله ب 60 نيله بس. يعني وراح قايلها كده ماشي، وفي النص كده قال لي ما فيش اسلام. قلت له يعني ايه؟ طب ما انا عارف انهم كاثوليك. قال لي لا، يعني قصدي العلاقات مفتوحه، الصحوبيه مفتوحه. انا لما رحت المكسيك كان القطر الاندر جراوند في ساعه خروج التلامذه عباره عن عيال بتبوس بعض وحضن بعض ومش عارف ايه وبتاع، محدش بيبص ايه يا عم في ايه. انما احنا عندنا انت ما تقدرش تمسك ايد مراتك في الشارع. يا في عم، مصر انا لما كنت بروح انا ومراتي السينما، واحط ايدي على كتفها، الاقي واحد بيكلمني يقول لي انت ايه اللي بتعمله؟ يا عم في ايه؟ انا حاطط ايدي على كتفها، مش انت عامل عارف ان حاجه ممكن، يعني. انت فاكر الفيلم بتاع اسمه ايه، طيور الظلام؟ لما القاضي قال له ده بس ده بنت اخته، ده بنت اخته، كان ما شافهاش بقاله 10 سنين، ففرح لما شافها، قال له مش عرفنا انها بنت اخته، هو بس واحده في الشارع وخلاص. فقال لك ده هيديني اعدام، ده عادل امام كان بيدافع عن مومس، فقال ده هيديني اعدام. خلاص، انا بقول لك احنا يعني انت مش يعني الموضوع مش ناقص يعني، انت الناس مش لاقيه تاكل، على الاقل فكها في الحته دي وسيبها يعني. يعني بجد مش بهزر والله. انا مستني تعليقات اصحابنا اللي هيردوا علينا بالكلمتين اللي احنا قلناهم دول بصراحه، لان طبعا احنا عندنا مع حاجه ناس كتير قوي مش قادره تعديها خالص. يعني ومهما تحاول تجيبه شمال تجيبه يمين تقنعه، لا 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 لا، وسر الزواج عندنا في الكنيسه، وقال مش عارف ايه يا عم استنى عليا، صلي على النبي بس نتفاهم. لا ما فيش لا لا، يعني. ما فيش طبعا، لا لا، ما انسى. لا لا، ده احنا عندنا على الاقل يعني ممكن تتناقش. انما لما واحد يقول لك سر بقى، ده سر من اسرار الكنيسه، هتروح فين؟ قبل ما نختم، بس انا عايز اختم بالاقرع هتنيلها الاقرع. زياده. لا طبعا، ده بقى دي سهله دي، الاقرع اللي اسمه حسام حسن ده فعلا بني ادم، انا مش عارف ازاي هو يعني مصدق، ما اعرفش مصدق نفسه مش مصدق، ما اعرف. يعني هو بيقول لك انا جاي اخدم بلدي وهتعامل مع اي موقف، كل ده علشان في واحد مثلا اعتذر قال له انا مش جاي وبتاع، فمحسسني ان هو بيضحي بحياته، ويقول لك انا ما ينفعش اقدم استقالتي لان انا بخدم بلد، بياخد مليون جنيه في الشهر، ابن الوسخ ده بياخد مليون جنيه في الشهر، يقول لي انا بخدم بلدي يا ابن الوسخ. وانت بتاخد مليون جنيه، إيه اللي بخدم بلدي دي؟ هو مليون جنيه دلوقتي بقت بخدم بلدي؟ والتاني وبعد الماتش يقول لك احنا عملنا انجاز اهم من انجاز، يعني زي اللي عمل قناه سويس الثانيه، يعني هو بيكلمنا على ماتش مع فريق انت ما تعرفش تطلع على الخريطه، وبعد كده تقول لي انا عملت انجاز زي اللي عمله قناه سويس اللي عملوها في سنه بدل ثلاثه. هو اصلا يعني محسسنا ان ده انجاز، وبيستشهد بحاجه مش انجاز اساسا، دي اول الخراب اللي حصل في مصر اساسا. ما لو يعني
لو غلب المانيا مثلا هيعمل ايه، ولا لو غلب اسبانيا، ولا لا يعني ايه يا جماعه مش لا، كده؟ يقول لك الاقي ناس بتقول لي اصل الراس الاخضر عملت بطوله حلوه في كاس الامم الافريقيه. يا جماعه والله مصر دي المفروض كده، انت زي ما بتتفرج على انجلترا وايطاليا وفرنسا واسبانيا وبتاع، ما ينفعش تقول لي انجلترا كسبت مالطا فده انجاز. ده يعني مالطا لو عملت ماتش خسرت 1-0 من انجلترا، يبقى ده اسمها حاجه يعني مهينه لانجلترا. ما انجلترا ما بتاخدش كاس الامم الاوروبيه، ما خدت، مش عارفه تاخدها مش يعني. عارفه تاخده. بس هي دوله كبرى من الدول الكبرى في القاره الاوروبيه، المفروض انت كمصر دوله كبرى من الدول الكبرى في القاره الافريقيه. فلما تقول لي انا عملت انجاز عشان كسبت الراس الاخضر، اصل الراس الاخضر اتطورت. طب وانت ما اتطورتش ليه يعني؟ هي راس الاخضر بتتطور وانت ما بتتطورش يعني؟ لا مش دولة ممكن كبرى يعني. ولا يحزنون يا فادي اه لا، للأسف ما يعني. احنا بقينا خلاص يعني. احنا في قشطه يا قاع. عم، احنا خربناها. خربناها، ولما نستنى بقى نشوف بقى هيقولوا لنا ايه بقى المرة الجاية. يلا اشوفك على خير، يلا ان سلام. شاء الله. سلام.